اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا نعمل شوية خضار يرموا عضمنا على طريقة أمي وأمك زمان. وهنا طاجن البامية طشينا عليه يا جماعة، زي الملوخية بالظبط، بيوديها في مكان تاني. هو ده سر طاجن البامية بقى، الطشة اللي بنحطها في الآخر دي بتودينا في مكان تاني. وده احلى اكل يا جماعه، شويه ملوخيه وطاجن باميه ورز وشويه بتنجان يستاهلوا بقك يا ست البنات انت وهي. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. طبعا انا معايا كيلو لحمه سلقته، وهنزل بقى عليه، يعني انا لسه حطاها في الميه، وهنزل عليه بقى بورق راولي وحبهان وسبع بهارات وحبه فلفل اسود وحبه ماجي والبوكيه جرنيه بتاعنا الجزر والبصل والطماطم. وهنسيب بقى اللحمه تتسلق مع حالها كده اهوت. يلا يا ستي البنات ما تستخسريش اللايك، المشاهدات عندي وحشه جدا وانا زعلانه جدا. فرحيني فرح قلبك ربنا. وهنا شويه الخضار، عايزه اقول لكم الخضار رخص بقى برخص التراب، اللهم بارك، ربنا يا رب يرخص ذاتنا كمان وكمان. البتنجان والفلفل وحاجه كده قمر. وهنا هنعمل طاجن الباميه، وده كيس باميه انا كنت مفرزه معاكم والله ما اشتريت لحد دلوقتي. انا شفتها في السوق ب 60 جنيه، بس انا عندي. وطبعا البتنجان جبته ب10 جنيه، والله جايبه ربع كيلو ب2.5. تعالوا يا ست البنات انت وهي يا قمريه نشوف طاجن الباميه القمر ده اتعمل ازاي. حطيت معلقه سمنه بلدي حلوه كده، واي سمنه عندك اشتغلي بيها، ما تعطليش نفسك على حاجه. ربنا يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال يا رب. طيب وبعد كده يا زوزو انا كنت مقطعه بصله مكعبات كده اهو، انزلي بيها واسمعي التش بقى على طول كده اهو اهو. وهشوح البصله بتاعتي، انا مش هغمقها ولا هخليها تصفر، من يا دوبك بس هدبلها كده اهو. وهقول لك هنعمل ايه. يلا يا ستي البنات سمعيني الصلاه على الرسول في الكومنتات، واحلى لايك من ايدك الجميله حطهولي انت وهي. ربنا يكرمك ويفرح قلبك ان شاء الله بزياره النبي يا رب امين جمعا. وهنا فلفل الوان وفلفل رومي، وعايزه تحطي فلفل سبايسي حطي براحتك، ده اختياري. تروحي حطاهم على البصله وقطعه توم كده من اللي احنا مفرزينهم برضو يا جماعه. اللهم بارك. وشمي بقى الروايح والفحفحه اللي تجيب لاخر الشارع، وجيراني يقولوا له ايه الطبيخ الجامد دوت، ريحته ايه مفحفحه. التوم ده يا جماعه بيخلي بصوا ريحه الاكل تفحفح بصراحه، وبيدي طعم للاكل. باميه يعني توم. وهلف بقى كل دوت الكلام ده كده في بعضه، برضو هدبل الخضار مع البصله كده اهوت، اديهم تشويحه. برضو انا مش هصفرها. طيب هتعملي ايه يا زوزو بقى؟ بصي يا قلبي زوزو، هنسيبه كده يدبل شويه، واروح جايبه كيس الباميه بتاعي اللي انا جايباه من الديب فريزر، وهو زي ما هو كده هو بتلجه بكل حاجه، ما تسيبوش لما يفك. روحي نازله بيه في البصل والخضار المشوح الفلفل دوت والثوم، وانزلي بيه الباميه يتشوح كمان معاهم، تاخد لفه كده. ابصوا بتلجه بكله كده، اوعي تستني عليه لما يفك. والله الباميه يا جماعه اكني شارياها لسه، يعني بصوا مش قادره اقول لكم على خضرها وجمالها، بجد بجد تحفه. ولا هشتري ولا بتاع، انا عندي هشتري لبس 60 جنيه الكيلو، وكانت اول ما نزلت كانت ب100. انا عندي طلعت من الديب فريزر كيس، وقلت ايه نعمله للولاد جنب شويه ملوخيه بقى ونرم عضمنا بالخضار. ده هو ده الاكل الصحي، اقسم بالله صدقوني. شويه الخضار اللي يرموا عضمنا على طريقه امي وامك زمان. ربنا يرحم اللي توفى ويدي صحة للي عايش ان شاء الله. وافضلي شوحي شمال ويمين كده اهوت. وطبعا هنكون ضاربين الطماطم بتاعتنا ومجهزينها، بس انا هفضل اشوح لما الباميه تاخد من طعم البصل والخضار كده اهوت اللي هو الفلفل، وتتفكك كلها في قلب الحله. طيب هنا بقى ان ايه الفلاشه طافه مني، معلش الدنيا كانت غامقه كده. حطي معلقه كزبره يا ستي البنات علشان تشم الريحه وتفحفحي اكتر. ولفي كده اهوت الباميه اهو. وبعد كده يا قمرايه انزلي الطماطم بتاعتك، انا كنت ضرباها في الخلاط اهو ونزلت بيها. معلش على الاضاءه، بس الفلاشه كانت اتطفت مني وكان الموبايل هيفصل اصلا شحن. طيب انا خلصت بقى هنا اهوت. هغطي بقى كده اهوت واسيبه تتسبك شويه. هنا بصوا بقى اللون يا جماعه، اللهم بارك، بقى اتسبكت. يلا نبهر بقى شويه فلفل اسود، وربع معلقه كمون، ما تكتريش الفلفل الاسود عشان ما يغمقش، وحبه سبع بهارات وحبه ماجي، بس مش هاخد اكتر من كده. وقلبي، ولو حسيتي ان هي تخينه روحي مزوداها حبه شوربه، كبشتين شوربه كده اهو من بتاعه اللحم. طيب هقلب بقى كل القمر ده في بعضه،
وخلاص هي بسم الله ما شاء الله دخلت في السوا. بصوا الباميه يا جماعه والله اكني لسه شارياها، تحفه وكان طعمها خطير. طيب بعد كده يا ستي البنات هفضيها في طاجن عندي بقى بعد ما عملتها. وتعالي بقى يا امرايه، هاتي اللحمه بتاعتك اللي انت سلقتيها وحطيها على وش الطاجن كده اهو. ومش هندخلها الفرن بقى، احنا هنحطها تحت الشوايه لان كله مستوي، كله مستوي. احنا بس هتاخد اللون معانا الجميل، وهقولك هنعمل لها ايه. هنعمل الطشه الجميله اللي انتوا شفتيها في اول الفيديو، بتودي طاجن الباميه في مكان تاني يا جماعه. طشه التومه بالكزبره كده اهو. في اخر ما الباميه ما بتستوي بنروح حاطينها عليها. هنا بقى انا برص اللحمه بتاعتي اهو. معلش اللهم ما بارك كده، اللهم صل على النبي. اللحمه كتير والطاجن كان ضيق شويه، بس ايه يعني بقيت ايه اظبط على قد ما بقدر. الف هنا وشفا على اللي كل، والف هنا وشفا على اللي هيعمل على طريق الزوزو وياكل. بجد يا جماعه الاكل ده هو اللي بيرم العظم. انا بحب الخضار والطبيخ والرز كده، وناكل ونشبع كده. بحس ان انا ايه، دماغي بقت متظبطه بعد ما باكل الخضار والطبيخ واللحمه. وانا يا جماعه من عشاق اللحمه. طبيخ يعني تدوخي على شوربه لحمه، خدي من اختك وما ايه ما تردنيش في الكلام تاني. بجد مهما تجيبي فراخ ما اعرفش، بحس ان، سامحني يا رب، ربنا يديمها نعمة علينا كلنا، بس انا مش من عشاق الفراخ قوي. او لو كلت فراخ احب الفراخ البلدي، تبقى برضو شربتها عسل. هنا بقى انا يا جماعه بضيق المكان شويه عشان اللحمه اللهم بارك ما شاء الله. وهنا بقى تدخليها تحت الشوايه وتخرجيها زي ما انا وريتك في اول الفيديو، وتش الطش عليها. وده كان غدانا، طبق البتنجان التحفه ده عامله لكم بيه فيديو لوحده. وشويه الرز والملوخيه وطاجن الباميه، اللهم ديمها نعمه علينا واحفظها من الزوال. الف هنا وشفا على اللي كل، والف هنا وشفا على اللي هيعمل على طريق الزوزو وطريقه امي وامك زمان. بص الطاجن يفتح النفس. واترككم في رعايه الله وامانه.